صباح الورد وصباح السعادة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. وحشتوني جدا حبايب قلبي صبوحة، يا رب تكونوا بخير. النهاردة عايزاكم تكملوا الفيديو للنهاية، بطلب طبعا من كل اخت منوراني ومشرفاني كملي الفيديو بتاع النهاردة عشان هنتكلم في بعض الاساسيات او ازاي تخشي دخلة الشتاء وانت جاهزة ومستعدة، وازاي تبقى الشقة عندك نظيفة وتبقي مستعدة بنسبة 100%. عايزة اقول لكم ان في ناس كتير جدا تبقى شايلة الهم هعمل ايه ولا ايه ودخلت الشتاء وازاي الشقة تبقى منظمة وانا بروح الشغل وانا لا، النهاردة هنتكلم في حاجات سهلة جدا وبسيطة قوي بس هتسهل عليكي كتير. دخلة الشتاء تكون دخلة عادية خالص، زي الأيام بتاعة الشتاء تبقى زيها زي أيام الصيف، وهنبقى مستعدين وشطاطير كده وأمامير. عايزين قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ كده ونسمي الله. عايزة اقول لكم ان انا دايما في دخلة الشتاء الجدول بتاعي المعروف، اول ما بحس ان الجو بدأ يبرد، بصوا هو انا بحب يعني ايه ايام الطراوة، يعني مش الحر ومش الشتاء، ايام الطراوة. انا طول ما الجو فيه نسبة سقعة بس خفيف كده وبسيط ببتدي ان انا بحس ان الشتاء خلاص على الابواب. اول ما الصيف كده يبقى يوم صيف ويوم سقعة، الصبح مثلا الجو حر، بالليل الجو سقعة، ببتدي احس كده ان خلاص كلها كده اسبوعين او 10 ايام وهنخش على الشتاء على طول. اول ما بقى الايام دي بتيجي اللي هي ايام الخريف، او زي ما بيقولوا كده بيبقى نزلات البرد كتير الايام اللي هي ايام التعب دي بتبقى اللي هي الفصل او الايام اللي ما بين الصيف وما بين الشتاء. اول ما الوقت ده بيجي عليا ببتدي استعد استعداد كامل للشتاء. ما برضاش اشتغل شغل الشتاء في اواخر الصيف لان بيبقى لسه الجو حر. انا ما ببدأش اعمل اللي انا هقول لكم عليه ده الا لما بحس بالايام دي اللي هي نصها حر على نصها ساقعة، اللي هو الجو اللي مش مفهوم ده. ببتدي بقى استعد استعداد كامل. بتعملي ايه بقى يا صبوحة؟ اول حاجة بلم الستاير بتاعت الشقة كلها والمفارش كلها. بمسك الستاير والمفارش اغسلهم، ويعني انزلهم واغسلهم، وبعدين بعد ما بينشفوا بطبقهم، ما بفرشهمش تاني. ليه؟ لسه عشان في شوية حاجات بتتعمل تاني. فاحنا كده بدأنا بالستاير وبالمفارش، بيتغسلوا وبيتشالوا على جنب او في الدولاب، ما بياخدش مننا وقت ولا مجهود. ممكن تاني يوم اشوف عندي كام بطانية لو انا هغسل بطاطين في البيت. لو انتوا بتغسلوا في مغسلة وفي بس حاجة معينة عايزين تغسلوها في البيت طلعوها. انا ممكن يكون عندي مثلا 5 بطاطين 6 بطاطين، نظرا ان احنا اسرة مثلا كبيرة، فممكن ان انا اودي مثلا 4 المغسلة. لو الظروف المادية مش هتسامح ان انا اغسل كله بره، ممكن اسيب بطانية او 2 بعملهم في البيت. فبطلع البطاطين، بغسل البطاطين. بعد كده بتغسليها زي صبوحة، بمسكها كده بحطها، مثلا لو انا هغسلها النهاردة يبقى انا من بالليل حطها في البانيو بمية وبإريال وسايباها تتنقع براحتها. ليه؟ تاني يوم لان بتبقى سهلة في الغسيل، كل التراب اللي فيها نزل، ولو فيها بقع بتبقى دابت وبتبقى سهلة الغسيل. تاني يوم بصفيها من المية اللي انا كنت نقعاها فيها، وبعدين ببتدي احطها في مية جديدة بإريال وبضغط عليها برجلي وبايدي، ولو عندي فرشة صغيرة مخصصة للبطاطين بفضل رايحة جاية بها عليها. وبعدين ابتدي ان انا اشطفها مرة واتنين، بشطفها كتير جدا جدا عشان الالوان بتاعتها تظهر معايا. اهم حاجة في الغسيل الشطف الصح او الشطف الكتير بس. وبعدين بقى بصفيهم، واول ما بيصفوا بنشرهم، وكده خلصنا من البطاطين واهم البطاطين. طيب بيكون في ايه عندي تاني؟ ببتدي الم بقى الحافظات اللي في البيت. لو انا عندي حافظات في البيت حطها على السجاد عشان تحميلي السجاد، بشيل كل الحافظات اللي موجودة عندي على السجاد كله، وببتدي ان انا اغسلهم. لاما لو تقال او كبار بحطهم برضو في البانيو بنفس فكرة البطاطين او بفكرة السجاد، ان احنا نفرشهم في الارض، وابتدي ان انا ادعك حتة حتة كأني بغسل سجاد. ولو صغيرين وخفاف بحطهم في الغسالة الاوتوماتيك. ودينا كمان خلصنا من الحافظات اللي على الارض. يبقى الحافظات والستاير والمفارش والبطاطين كل حاجة خلصنا منها. كمان بجمع الكبرتات، بس ده بتبقى اخر حاجة، يعني في مرحلة ان انا خلاص خلصت الشقة وفرشتها، بقوم بقى اخر حاجة بعد ما بنطلع البطاطين بقى على السراير
بقوم شايله الكبرتات غسلاهم وحطهم في الدولاب لفصل الصيف، لان الكبرتات في الشتاء بتسقع، ما بستخدمهمش خالص في الشتاء. طيب خلصنا بقى من الستاير ومن المفارش ومن الحفاظات ومن البطاطين ومن كله. اخر حاجه بحب اعملها السجاد. ليه؟ عشان متبقاش الارض عريانه طول الوقت. برضو السجاد في الارض بيخلي المنظر حلو وما بتخليش الدنيا مكركبه معايا. بس برضو في غسيل السجاد عندي ملاحظات. ايه هي؟ ان انا ما بغسلش السجاد كله مره واحده، او ببدا اغسل السجاد الكبير الاول. ببتدي ان انا اجمع المشايات، مشايات الطرقه، مشايات الاوض، مشايات الصاله، اجمع كل المشايات الصغيره اللي عندي وابدا بيها. ابتدي اغسل المشايات كلها، وبعدين بعد ما بتصفي وتنشف بنشرهم، وببتدي بقى اشوف السجاد اللي عندي الكبير ايه اللي هيروح المغسله وايه اللي ممكن اغسله في البيت. لو راح كله المغسله يبقى خير وبركه. ما راحش كله المغسله وفي حاجه عندي هتتغسل في البيت، بجمع بقى السجاد اللي هيتغسل في البيت، وابتدي ان انا اغسل السجاد الكبير كمان. ببتدي هتغسلهم ازاي؟ برضو بفرشهم في الارض وبنقعهم في ميه، وبحط عندي المسحوق اذا كان اريال او اي حاجه عندي بفضلها، اوكسي، اي مسحوق عندي، وفي شامبو سجاد. لو السجاده عندي وسخه ممكن احط شويه خلطه سجاد او شويه كلور، اي حاجه عندي. وببتدي ان انا اغسل السجاد غسله حلوه بالفرشه، ولو وسخه عندي ممكن اغسلها فم كمان او مره كمان. وبعدين ببتدي اشطفها. ولازم برضو زي ما قلت لكم قبل كده في البطاطين، الشطف الكويس برضو في السجاد. اهم حاجه بتتغسل عندنا لازم يكون الشطف عندي من الدرجه الاولى، مره واثنين وثلاثه، لحد ما احس ان الميه نظيفه كاننا نازله من الحنفيه. اول ما الميه تبقى نظيفه يبقى خلاص اتشطفت عندي كويس، وبسيب السجاده برضو تصفي وبعدين انشرها. بس كده. فاصبح كده ان انا عندي الشقه كلها ما فيهاش مفارش، وما فيهاش سجاد، ما فيهاش ستاير، ما فيهاش حفاظات، كل ده اتغسل. وخدتوا بالكم مش كله مره واحده، كل يوم بعمل حاجه على قد مجهودي وعلى قد صحتي عشان ما اضغطش على نفسي. كده ناقص ايه بقى؟ عايزين ان احنا نفرش. هنفرش كده وخلاص؟ لا طبعا. بخصص اليوم ده بعد ما بخلص كل الحاجات دي، بختار يوم ابتدي ان انا انفض الشبابيك، انفض الحيطان، ازعف الزوايا اللي بتبقى في الاركان كده في الارض او فوق او في السقف. ما بخليش ولا ركن في الشقة لما يكون متنفض ومتزعف ونظيف. وببتدي ان انا اعمل فوق الدولاب، انضف، اشيل السرير من مكانه، اعمل تحت السرير. لو عندي صحارة شايلة فيها حاجة بطلعها، انضف حواليها وتحتها، واشوف ايه اللي انا عايزاه، وافرز ايه اللي انا عايزاه وايه اللي مش انا عايزاه واحطه. وابتدي ان انا اشيل. تاني يوم بقى طبعا ده عشان يعني تقدروا تعملوا الجدول ده لنفسكم على قد صحتكم. اول ما تلاقوا بدأتوا تتعبوا اعملوا ستوب وكملوا تاني يوم. انا بعد كده خصصت اليوم اللي بعده لفرز الغسيل ما بين الصيفي والشتوي. تطبيق الدولاب، دولابي ودولاب اولادي، بخصص اليوم ده لترويق الدولاب وتطبيق الدولاب. بطلع الصيفي يعني بطلع الصيفي اطبقه واشيله في المكان المخصص ليه، وبعدين بطلع الهدوم الشتوي افرزها، اشوف ايه اللي هنلبسه وايه اللي مش هنلبسه. وببتدي ان انا كمان اخصص اليوم ده للغسيل ما بين فرز هدوم الصيف والشتاء، بما اننا داخلين على فصل الشتاء فبنطلع الهدوم الشتوي واطبقها. طيب ناقص ايه كده يا صبوحة؟ ناقص المطبخ. اخر حاجة بعملها معايا تنظيف عميق للمطبخ، غسيل بوتاجاز، غسيل حيطان، غسيل سيراميك. بطلع الحاجات كلها اللي في المطبخ وببتدي ان انا انزلها وانضفها وارجعها على نظافة. والمواعين انزلها واصبن التلاجة، اعمل ورا التلاجة، تحت الحوض، تحت المطبخ. بمسك المطبخ تنظيف عميق ما حصلش. امسك الشفاط اغسله. ما بسيبش اي حاجة عندي في المطبخ الا لما بعملها. فكده اصبح ان الشقة عندي كلها نظيفة وزي الفل. ناقص بس على الفرش النهائي او الشكل النهائي بعد التنظيفات العميقة دي في دخلة الشتاء. بعد كده ببتدي ان انا افرش بقى. ممكن بقى تفرشوا في يوم واحد لان كل حاجة عندي نظيفة، فهو ان انا هفرش مفارش، هفرش السجاد، هفرش الحفاظات، هفرش المفارش والستاير، كل حاجة عندي نظيفة. فممكن ان انا اخصص يوم امسك الشقة كلها كنسة ومسحة، وبعدين افرش الشقة كلها مفارش وسجاد وستاير، واطلع البطاطين على السراير
اللي انا غسلاهم كده. مش هيبقى عندي بقى زي ما قلت لكم غير الكبرتات بتاعه الصيف كده بقى. كل حاجه عندي نطفت وفرشت الشقه، وكمان حطيت البطاطين على السراير. ببتدي ان انا اخد الكبرتات الصيفي اغسلهم، وبعد ما بيتغسلوا بطبقهم واحطهم في الدولاب. خلاص ما بشوفهمش تاني بقى غير في فصل الصيف. بس فكل حاجة عندي بقى بتبقى نظيفة. بعدها بقى بتحسوا براحة ما حصلتش، نظافة. دخلت الشتاء داخلة مرتاحة. الدنيا عندي مترتبة ونظيفة. السجاد كله اتغسل، البطاطين كلها اتغسلت، حتى الكبريتات بتاعت الصيف اتغسلت، الستاير اتغسلت والمفارش. المطبخ اتعمل عندي تنظيف عميق. الشقة كلها اتنفضت واتروقت، وفرزنا كمان هدوم الصيف والشتاء. وكمان يعني ما سيبناش ركن في الشقة لما اتعمل. يعني بتخشوا كده دخلة الشتاء لو كل يوم عملنا حاجة بنفس الطريقة ونفس الجدول اللي انا قلت لكم عليها، فصل الشتاء هيخش عليكم وانتوا بص يعني مرتاحين نفسيا. 100 فل كده و14. الشقة كلها بتبرق، كل حاجة نظيفة، المطبخ زي الفل. هتبتدوا بقى ان انتوا بقى ايه، هتحسوا بقى ان الشتاء دخلت، لان الشتاء فيها كسل شوية. فهتبتدوا ان انتوا بقى ايه يوميا بقى ايديكم في الشقة. وانتوا زي ما انتم متابعين القناة، عندي في حاجة بقى بعد النظافة الحلوة دي والشقة اتفرشت، في حاجة اسمها بقى ايه روتين يومي. بتفضل ايدينا في الحاجة يوميا، فبتفضل الحاجة عندي نظيفة. وفي يوم مخصص في الاسبوع، مثلا هنخليه الخميس، بيبقى اسمه الروتين الاسبوعي. ده بيبقى فيه تنظيف عميق شوية، كنس ومسح وتنظيف، فبيخلي عندكم باقي الايام نظيفة. في حاجة اسمها الروتين الشهري، ان انتوا بتمسكوا الشقة كلها. لو في حاجة تحت السرير عايزة تتعمل، لو في حاجة عايزة تتلمع، لو هتعملوا حاجة في المطبخ، تنظيف العميق الشهري ده. بالطريقة دي تأكدوا ان طول الشتاء الدنيا عندكم هتبقى 100 فل و14 كده. حاجة قمرة وسكرة. يا رب الجدول بتاعي يكون عجبكم والطريقة بتاعتي تكون عجبتكم. انا الروتين اللي انتوا شفتوه معايا ده النهاردة انتوا شفتوه، ولكن انا قلت لكم الجدول اللي انا ماشية بيه. مش كل حاجة بقدر اعملها معاكم في فيديو واحد، فيا رب يكون الفيديو خفيف. يا رب يكون الجدول اللي قلت لكم عليه حلو وخفيف عليكم وعجبكم. عايزاكم تكتبوا لي كل حاجة في الكومنتات. وعايزه اقول لكم شكرا ليكم لوجودكم معايا، واللي لسه موجود لحد دلوقتي وما اشتركش في القناه، فضلا الاشتراك الحلو بتاعكم ووجودكم معايا الجميل هيشرفني وهينورني. بصوا انا النهارده زي ما انتم شفتوا طلعت الستاير وغسلتها، والحافظه بتاعت اوضه النوم، وعملت كده روتين خفيف وسريع، لان مش كل حاجه اقدر اعملها معاكم في الفيديو. ولكن انا قلت لكم كل الفيديوهات اللي فاتت وكل الفيديوهات اللي جايه في ملخص النهارده الجدول اللي انا قلت لكم عليه. عايزاكم تكتبوا لي رايكم في الكومنتات وتقولوا لي ايه رايكم في الفيديو وايه رايكم في الجدول اللي انا ماشيه عليه، وانتظروني في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله.